الحكاية بتبدأ في مكان مظلم تحت الأرض مع راجل مقنع مجهول الهوية. الراجل المقنع أخد بنت مسكينة رهينة وكان عايز يخلص عليها، لكن فجأة مقاتل نينجا لابس أبيض ظهر بدون سابق إنذار وضربه ضربة وقعته بالنيران. طبعا أتباع الراجل المقنع اتعصبوا وبدأوا يقاتلوا النينجا الأبيض، لكنهم اتفاجئوا بقوته الرهيبة لأنه ماهر بالفنون القتالية وملهوش مثيل. لما النينجا الأبيض كان مشغول بالقتال، الرجل المقنع فاق من جديد وحاول ينهي حياة البنت المسكينة، بس من حسن الحظ في نينجا تاني ظهر وانقذها على اخر لحظة. مقاتلين نينجا الاتنين اتحدوا مع بعض وقدروا انهم يهزموا الراجل المقنع واتباعه. بس لما النينجا الابيض خلع قناعه بنكتشف انه شاك نوريس الممثل الشهير ومحترف الكاراتيه، ومساعده يبقى باري شاب بسيط وطالب في المدرسة الثانوية. وهنا بنعرف ان باري كان بيحلم طول الفترة دي وهو بالفصل، عشان كده اصدقائه استهزأوا بيه لانه فاشل وضعيف. فباري حاول يهدي اعصابه لان عنده مرض في الجهاز التنفسي. كل التلاميذ اتريقوا على باري الا زميلته لورين، حاولت تطمن عليه واتاكدت انه بخير. ده غير ان المدرسه حضرت وقالت ليه يبطل ينام بالمدرسه لانه دايما بيتخيل انه مع شاك نوريس وبيخلي اصدقائه يهزقوه. بعد فتره قصيره والد باري حضر والمدرسه اتكلمت معاه عن مشكله احلام باري المستمره. فالوالد قال ان باري عنده مرض بالجهاز التنفسي وعايش معظم الوقت في البيت وما بيخرجش كتير. وهنا المدرسة اقترحت انه يوديه نادي تدريب كاراتيه عشان يبقى رياضي ويتعلم الدفاع عن نفسه. بالفعل الوالد شكر المدرسة على اقتراحها واخد ابنه باري وانطلقوا لنادي تدريب الكاراتيه. وهناك بنقابل المدرب كيلي ستون. كيلي مدرب كاراتيه قوي، واول ما شاف والد باري زعق ليه لانه دخل ساحة التدريب بالحذاء. فوالد باري اعتذر وطلب يتكلم معاه. وهنا بنكتشف ان كيلي عصبي جدا وما بيسمعش كلام اي حد. لكن الغريبة ان اول ما باري اتكلم عن شاك نوريس وقال انه بيتمنى يبقى زيه في يوم من الايام، المدرب كيلي اتعصب بشده وقال ان شاك كان عدو اللدود لما كان بيلعب كاراتيه. فباري رفض يتدرب عنده وخرج من النادي هو ووالده. بالليل باري اتفرج على فيلم من افلام شاك نوريس ونام من التعب، فحلم انه موجود بالفيلم. ده غير ان المدرب كيلي اصبح واحد من الاشرار وهو وشاك هاجموه وانقذوا بنت مسكينه من المتفجرات. بس فجاه والد باري فصل التلفزيون وطلب منه يعيش في الواقع ويبعد عن الاحلام لانه هيفسد حياته. فباري اتعصب بشده لان بعد ما والدته توفت علاقته بوالده اصبحت سيئه ومبقاش يتكلم معاه زي زمان. في الوقت ده لي وصل امريكا. لي يبقى معلم كونج فو صيني وهو عم مدرسه باري. وهنا بنكتشف ان المدرسه كلمت والد باري وعرفته ان المعلم لي هيقضي وقت معاه عشان يعلمه الفنون القتاليه ويساعده يوقف احلام اليقظه. المعلم لي قال لباري انه لازم يبقى صاحي ومركز طول الوقت لانه لو فقد تركيزه ممكن اعدائه يغفلوه ويهزموه في ثواني. لكن باري كان مستعجل وعايز يتعلم اسرار الكونج فو باسرع وقت، فالمعلم ليه طلب منه يصبر ويعرف كل حاجه في ميعادها. وهنا المدرسه حضرت وقالت للمعلم ليه ان في مجموعه بلطجيه سكرانين حصروا والد باري وعايزين يتخانقوا معاه. فالمعلم جهز نفسه للمعركه واستعد للقتال. ده غير انه اخذ مجموعه من الاطباق اللذيذه وعمل نفسه هيقدم الاكل للمجرمين، لكنه بدا يقاتلهم بدون ما يلاحظوا وغفلهم واحد ورا التاني لحد ما مسكهم طحنهم كلهم وانقذ والد باري. في النهايه كل المجرمين اخذوا نفسهم وخرجوا من المطعم غصبا عنهم. اما باري كان منبهر من قدرات المعلم ليه وفهم انه لازم يستخدم ذكائه في القتال مش عضلاته وبس. تاني يوم الصبح باري انطلق للمدرسه، ولما كان في الطريق بدا احلام اليقظه من جديد وتخيل انه بيحارب في ارض المعركه. لكنه اول ما فاق لقى نفسه نايم على الارض فجري بسرعه عشان يلحق المدرسه. وهنا لورين زميل باري ظهرت وطلبت منه يركب عربيه والدها عشان ما يتاخرش، لكن باري رفض طلبها وقال انه هيتمشى للفصل عشان يتمرن ويقوي قلبه. بعد فتره قصيره الحصه الاولى بدات والمدرس اتضايق بشده لان في شاب متنمر كان بيقاطعه، فساله سؤال صعب ما قدرش يجاوبه. وهنا لورين جاوبت السؤال بسهوله، ولما المدرس سال من جديد لورين ساعدت باري يجاوب. فالمتنمر حس بالغضب، وبعد ما الحصه خلصت المتنمر هو واتباعه حصروا باري وهزقوه امام الجميع. المتنمر قال لباري ما يتكلمش مع لورين تاني والا هيمسكوا يطحنوه. ده غير انه قطع مجله شاك نوريس الخاصه بيه وسابه مرمي على الارض. اما المعلم ليه استمر في تدريب باري كل يوم على اساسيات الكونج فو وعلمه ازاي يتحكم في تنفسه ويسيطر على اعصابه. لما باري كان في حصه التدريب الرياضي حس بالملل وتخيل ان هو وشاك نوريس رعاة بقر محترفين باستخدام الاسلحه. ولما كانوا بيشربوا الحليب اتفاجئوا ان في بلطجي بيتعدى
على بنت مسكينة، فباري علمه الادب وهزقه امام الجميع بمهارة عالية. لكن فجأة المدرب فوقه من الحلم وزعق ليه. المدرب طلب من باري يتسلق الحبل عشان يثبت قوته لباقي زملائه. في البداية كل التلاميذ اتريقوا عليه لانه ضعيف، الا لورين فضلت تشجعه. ولما باري حس بالاحباط وما كانش قادر يتسلق، اتخيل شاك نوريس بجانبه فتشجع واستجمع قوته وبدأ يتسلق بسرعة رهيبة، لدرجة ان المدرب وباقي التلاميذ ما كانوش مصدقين عينيهم وحيوه على مجهوده الرائع. بعد المدرسة باري اتمشى مع لورين وشكرها لانها سندته وشجعته على تسلق الحبل. بعد كده قال انه معجب بيها، لكنها رفضته لانه ضعيف وما بيقدرش يدافع عن نفسه. طبعا باري فقد اعصابه وجري على بيته من الحزن، ده غير انه ما كانش قادر يتنفس بسبب مرضه. اول ما باري حس بالتعب وحاول يستريح، اتخيل انه محجوز في سجن تحت الارض وفي راجل شرير بيعصر بطنه وعايز يخنقه. ومهما شاك نوريس حاول يحفزه، باري ما قدرش يهرب. لكنه اول ما فاق اكتشف انه اتنقل للمستشفى لانه فقد الوعي. الدكتوره قالت لوالد باري انه تعرض لصدمه عصبيه، وبسبب انه ما اخدش الدواء الخاص بيه لفتره طويله جهازه التنفسي كان هينهار. وفي وسط الكلام ما بين والد باري والدكتوره، المدرسه وعمها المعلم ليه ظهروا عشان يفهموا ايه اللي بيحصل. في البدايه المعلم ليه دخل الاوضه لباري وقال له مش لازم تاخد كل حاجه بجديه والا هتاذي نفسك. بعد كده استخدم زيت صيني نادر وخلى باري يشم رائحته عشان ينظف جهازه التنفسي، وقال له يستريح لانه تعبان. اول ما باري خرج من المدرسه رجع للتدريب مع المعلم ليه، بس المره دي كان متحمس جدا وبدا يتمرن على القتال وتوجيه ضربات مدمره لخصمه. ده غير انه جري لساعات طويله عشان يحسن من لياقته البدنيه وحاول يكسر لوح خشبي صلب لكنه فشل. وفي يوم من الايام باري انهى التدريب في مطعم المعلم ليه، فالمعلم حياه على ادائه وطلب منه يشرب عصير سري حضره مخصوص. العصير طعمه وريحته كانوا وحشين جدا، لكن باري استمر في شربه طول الليل والنهار لان المعلم ليه قال انه هيعطيه قوه رهيبه وهيشفي مرضه. باري انطلق للمدرسه باقصى سرعته، واول ما وصل المدرب طلب منه يستريح بسبب مرضه، لكن باري رفض وقال انه هيتمرن مع باقي الشباب. المدرب حاول بكل ما عنده يطلع باري من التمرين لانه لسه خارج من المستشفى، بس باري اصر انه يتمرن مع الجميع مهما كان الثمن. وبعد ما المدرسه انتهت المعلم ليه اعطى باري نونشاكو عشان يقاتل بيه. طبعا باري انبهر من النونشاكو، واول ما بدا التدريب عليه اذى نفسه بشده لدرجه ان المعلم ليه ضحك. لكن مع الوقت باري اتطور واصبح اقوى واقوى. بالليل باري قعد مع المعلم ليه في المطعم وبدا يحكي ليه عن مشكله احلام اليقظه، لانه دايما بيتخيل انه بيقاتل مع شاك نوريس والجميع بيتريقوا عليه. فالمعلم ليه قال ان الاحلام جميله جدا لكنه لازم يسيطر عليها، وبكده هيقدر يكتشف قوته الحقيقيه. فباري انبهر من كلماته الحكيمه ورجع التدريب من جديد. باري قوته زادت بشكل كبير لدرجه ان المعلم ليه اضطر يلبس خوذه عشان يحمي نفسه من ركلاته. واول ما باري راح المدرسه الشاب المتنمر فضل يتريق عليه بسبب مرضه التنفسي، فباري طلب منه يسيبه في حاله لكن بدون فايده، والمتنمر هاجمه بشراسه. بس المفاجاه ان باري اتصداله وبدا يقاتل معاه، ده غير انه استخدم مهاراته بالكونج فو. وهنا بنعرف ان المتنمر بيتعلم الكاراتيه وحاول انه يدمر باري تماما، بس من حسن الحظ المدرب ظهر على اخر لحظه ووقف القتال. المدرب حيا باري على شجاعته لانه دافع عن نفسه، حتى لورين اعجبت بيه لانه اصبح قوي. بالليل لما باري كان بيتدرب بدا يتخيل ان في مجموعه مجرمين في مستودع مهجور خطفوا بنت جميله، وهو وشاك نوريس راحوا عشان ينقذوها. في البدايه باري وشاك ربطوا واحد من العصابه واستخدموه لتشتيت تركيز المجرمين، بعد كده فاجئوهم وفجروا المكان كله، ده غير انهم اتقاتلوا بالاسلحه لدقائق طويله. بس في النهايه باري ضربهم بالبازوكا ودمر المكان وقدر انه ينتصر هو وشاك. تاني يوم في المدرسه المتنمر قدم لباري دعوه للاشتراك في بطوله فنون قتاليه ضخمه عشان يتحداه وش لوش. واول ما المعلم ليه عرف قال لباري انه لازم يتدرب باقصى قوته عشان يكسب البطوله ويثبت مهارته للجميع. بالفعل باري لياقته البدنيه اتحسنت بشكل كبير واتقن كل اسرار الكونج فو لدرجه انه قدر يكسر لوح اسمنتي بضربه واحده بس. بعد فتره قصيره البطوله اتنظمت اخيرا، ولما المدرسه والمعلم ليه راحوا عشان يسجلوا اسم باري اكتشفوا ان لازم يبقى في مقاتل تاني معاه بالفريق والا مش هيقدر يشترك. فالاتنين حسوا بالحزن، وهنا بنعرف ان شاك نوريس حضر البطوله بنفسه لانه كان ضيف شرف. فالمعلم ليه طلب من المدرسه تكلمه عشان يتحد مع باري بالفريق. ولما شاك كان بيتكلم مع اصدقائه المدرب كيلي ظهر واستهزأ بيه لان كان في عداوه قديمه ما بينهم. وهنا المدرسه نادت على شاك نوريس وطلبت تتكلم معاه دقيقه على انفراد. في
الوقت ده باري قعد يتفرج على العرض وحس بالحزن لانه مش هيقدر يشترك بالبطولة، لكنه اول ما بص ورا ظهره اتصدم بشدة لان بطل المفضل شاك نوريس كان موجود. شاك قال انه هيبقى عضو في فريق باري وهيتحد معاه عشان يكسبوا ويبهروا الجميع، فباري حس بسعادة كبيرة وطار من الفرحة. ده غير ان منظم البطولة ما كانش مصدق عينيه لان شاك نوريس هيشترك وهيقاتل في الحلبة. بالفعل البطولة بدأت والجميع استعرضوا حركاتهم، حتى المدرسة هي كمان اظهرت مهاراتها بالكونج فو والحركات البهلوانية. واول ما تحدي كسر الالواح الاسمنتية بدأ، الشاب المتنمر اللي بيتخانق مع باري دايما اظهر قوته الرهيبة، لكن المعلم ليه طلع على المسرح وطلب الواح اسمنتية اكتر. في البداية الجميع اتريقوا عليه لانه عجوز، لكنه بعد ما كسر الالواح بسهولة الناس انبهروا وحيوه على قوته الرهيبة. بعد كده باري صعد على المسرح اخيرا وكان هيستعرض مهاراته باستخدام النونشاكو. في البداية باري ركز بشدة واستخدم كل اللي درسه من المعلم ليه، ده غير انه تخيل انه مقاتل نينجا ملهوش حل. واول ما انهى الاستعراض الجميع سقفوا بسبب قدراته الرائعة، حتى والده واصدقائه حسوا بالسعادة. اما شاك نوريس جهز لانه هيدخل الحلبة قريب، ولما كان بيستعد والد باري حياه وقال ان ابنه بيحبه جدا. في بداية الجولة شاك مسك اخصامه روق عليهم ونزل فيهم طحن، لكنه بيتمتع بروح رياضية وكان بيحيي اعدائه بعد الهزيمة. اما المدرب كيلي عديم الرحمة وقلل من احترام الجميع واستهزأ بيهم. في النهاية شاك نوريس والمدرب كيلي استعدوا للقتال مع بعض، فالمدرب كيلي وعد شاك انه هيدمره تماما لانهم كانوا اعداء زمان. وفي الجولة الاولى شاك غفل كيلي وضربه ضربة قوية. طبعا كيلي اتعصب وحاول انه يرجع للقتال لكن بدون فايدة، لان شاك من ابطال العالم في الكاراتيه. اول ما كيلي حس انه هيخسر خلع قفازاته واستجمع قوته في هجوم اخير، فشاك وجه له رجل على الطاير افقدته الوعي تماما وكسب القتال بسهولة. وهنا الحكم طلب من المعلم ليه يجهز اخر متسابق من الفريق. المفروض ان المعلم ليه هو اللي يشترك بالتحدي ده، لكنه اختار باري وقال انه بيثق فيه لانه قوي وشجاع. باري دخل الحلبة واستعد عشان يكسر 8 الواح اسمنتية. في البداية الناس كلها شكوا فيه وما كانوش مصدقين انه هيقدر يكسرهم، لكن باري كسر الالواح واظهر قوته للجميع، فالمعلم ليه حياه وطلب منه يستعد للتحدي القادم. وهنا بنعرف ان الشاب اللي بينافس باري هو المتنمر، ده غير انه طلب لوح اضافي عشان يكسره لكنه فشل وما قدرش يكسر غير 7 الواح بس من اصل 9. طبعا دي كانت فرصة باري انه يكسب التحدي ويخلي المعلم فخور بيه، لكن المتنمر ظهر واتخانق معاه عشان يفقدوا تركيزه. وهنا المعلم ليه قال لباري يركز على الالواح الاسمنتية وبس وما يخليش الغضب يسيطر عليه، ده غير انه اشعل الالواح بالنار عشان يصعب مهمة باري اكتر واكتر. في النهاية باري استجمع قوته وكسر الالواح ال9 كاملين، وبكده قدر انه ينتصر وكسب البطولة اخيرا. فالمعلم افتخر بيه واحتفل معاه هو وباقي اصدقائه. بعد البطولة باري شكر شاك نوريس لانه ساعده ووقف جنبه، فشاك قال انه لو وثق في نفسه واتمرن هيقدر يعمل اي حاجة في الدنيا. وده كان ملخص الفيلم. اشترك عشان توصلك اقوى الملخصات كل يوم، واشوفكم عما قريب باذن الله.